الصلاه بدايتها بس، انت بتقفل باب لافكار سلبيه ممكن تجيلك. كل اللي بيسمعوني دلوقتي اكيد مجهزين الاحداث والمواقف والمشاعر كلها دلوقتي. تعالوا الاول نتكلم على موضوع مهم، وبعد كده هقول لكم تعملوا ايه في المواقف دي. ركزوا معايا في الكلام اللي انا هقوله. ربنا سبحانه وتعالى جعل الانسان يعيش حياته لحد مرحله اسمها مرحله البلوغ. مرحله ما قبل البلوغ هو مش بيبقى مكلف بحاجه، ولا بيتحاسب على حاجه، ولا بيبقى ملزم بحاجه. عادي خالص، انت بتعيشي حياتك كلها عادي، مفيش تكليف ليكي في حاجه، ولا بقى متكلفه بصلاه ولا متكلفه باي حاجه خالص. بني ادم عايشه عاديه خالص وهكذا. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى بيجي في مرحله بيبقى امر عليكي عبادات معينه تعمليها، خلاص انت ملزمه وبتبتدي تتحاسبي عنها؟ بيجي عليكي فتره اللي هي فتره مرحله المراهقه، الشيطان العبيط اللهبل بيبدا يدخلك في المرحله دي. انا قلت لكم الحلقه اللي فاتت ان الانسان عباره عن نفس، النفس دي كانها وعاء، الوعاء ده انت بتلمي فيه، عامله زي مغناطيس عمال يتحط فيه كل اللي مريتي بيه من حياتك، سواء ايجابي او سلبي. بتيجي عند مرحله مراهقه، ربنا سبحانه وتعالى ادانا العبادات. ايه العبادات دي بقى؟ سواء بقى صلاه، سواء بتبقي مكلفه بيها واوامر من ربنا، دي بقى هي الحصن والامان والضمان الالهي اللي بيدخل جواكي ينظفك ويطهرك لوحده. فاكر لما باباك احبطك وعمل فيك وقال لك كلام سلبي، بين له بقى ان مش بالكلام السلبي ان انا انجح، والله ما انا مذاكر علشان خاطر حاجات كتير جدا جدا جدا. طب انت تبعد عنك ده ازاي؟ ابدا بقى الصلاه.